بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم إخواني الأعزاء في هذا الفيديو الجديد فيما يخص تربية الطيور، وفي هذا لكم الأسباب التي تسبب في موت الفراخ في عمر 3 أيام إن شاء الله. وهذه المعلومات التي سوف أوضحها لكم في هذا الفيديو تنطبق على جميع أنواع الطيور وليس الكناري فقط أو الحسون أو الزبرة. السبب الرئيسي في موت الفراخ هو النقطة السوداء، وتكلمنا عنها سابقا، والعلاج المناسب لها. وأيضا تكون الأنثى بكرية لا تعرف إطعام صغارها عند الفقس، ولا بد من تعلمها من باقي الطيور بكيفية الإطعام. ومن الأسباب قلة الأكل المقدمة من بذور وبيض مسلوق وخضروات من قبل المربي، وعدم الاهتمام بالطيور بشكل الصحيح. أيضا ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أثناء حضن الفراخ، وربما يتسبب موت الفرخ داخل البيضة قبل الفقس. ومن الأسباب الدارجة في هذا الوقت التي تسبب في موت الفراخ خارج البيضة بعد الفقس ب3 أيام، وهي انتشار الفاش، حشرة الفاش في فصل الصيف، درجة الحرارة المرتفعة، وتنتشر هذه الحشرات أو القمل بكثرة بالآلاف وتقضي على الفراخ. ولا يمكن لرؤية هذه الحشرات بالعين المجردة، ولكن هناك طرق أنا وضحت لكم عنها في الفيديوهات داخل القناة، ولقد وضحت لكم عن كيفية القضاء عليها وتنظيف العشاش والوقاية منها. والحل الوحيد لتجنب هذه الخسارة أن نراعي ما تكلمنا عنه سابقا من تقديم علاج للنقط السوداء والقضاء على الفاش باستخدام مواد الأيوفيمك. أيضا توفير الطعام من بيض مسلوق وخضار لهذه الفراخ من قبل المربي والمتابعة المستمرة. دمتم في أمان الله إخواني الأعزاء.